الإيمان مش مجرد كلام أو عبادات تقليدية، لكن هو تجربة حقيقية بتعيشها وبتحس بيها وبتلمسها في كل حاجة حواليك. كتاب رأيت الله لمصطفى محمود من الكتب اللي بتتكلم عن علاقة الإنسان بربنا بأسلوب روحاني وفلسفي. كتاب أسلوبه بسيط وقريب للقلب، بيخليك تفكر وتعيد النظر في حاجات كتيرة في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، وكأنك داخل رحلة روحانية بتخليك تشوف الإيمان من زاوية جديدة. وده اللي هنقدمه من خلال قناة فكرة وكتاب. قناتنا بتقدم لكم ملخصات لأهم الكتب بأسلوب بسيط وسهل، بيساعدكم تكتسبوا خلاصة الأفكار وتستفيدوا منها في حياتكم. تابعونا لآخر الفيديو علشان نقدر نغطي أهم أفكار الكتاب وإزاي ممكن نطبقها في حياتنا اليومية. وما تنساش تعمل شير للفيديو واشتراك في القناة ولايك لو عجبك الفيديو. الروحانية كطريقة لفهم الله. الدكتور مصطفى محمود بيشرح إن الروحانية هي الطريق لفهم الله، مش بس بالعقل لكن بالقلب والروح. يعني لما نبص على الحياة من زاوية روحية هنشوف ربنا سبحانه وتعالى موجود في كل حاجة حواليك. الإيمان ليس مجرد عقيدة. الإيمان مش مجرد إنك تؤمن بشيء عقلي أو تقوله بلسانك، لكن هو تجربة قلبية وحياتية. الإيمان هو لما تشعر بوجود الله في كل حاجة حواليك، مش بس لما تكون في وقت الصلاة أو العبادة. 3. العلاقة بين العلم والدين. في الكتاب الدكتور بيشوف إن مفيش تعارض بين العلم والدين، على العكس. يعني العلم بيخلي الإنسان يفهم أكتر والدين بيخليه يقتنع أكتر. الاتنين بيكملوا بعض في معرفة ربنا سبحانه وتعالى. الدكتور بيشرح لما تلتفت لعظمة الخالق وتشوف قد ايه الكون ده معجز ومتشابك في كل تفاصيله. التواضع هو انك تعترف بقدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء حواليك. الله في التفاصيل. الدكتور مصطفى محمود بيأكد ان ربنا موجود في كل التفاصيل الصغيرة اللي ممكن تغفل عنها. لما تتأمل في كل حاجة حوالينا هتكتشف ان الله سبحانه وتعالى محاط بكل التفاصيل. الارتقاء الروحي يتطلب التجرد هنا مش معناه انك تترك الدنيا بس. لما الانسان يقدر يتجرد من كل الحاجات ساعتها بيقدر يرفع من روحه وبيصل للسلام الداخلي. رؤية الله في الكون. الدكتور مصطفى محمود بيقول ان ربنا موجود في الكون بكل تفاصيله. احنا مش محتاجين نروح لاماكن خاصة علشان نحس بوجوده. كل حاجة حوالينا ممكن تكون مراية صغيرة لينا. النظرة العميقة للكون بتخليك تشوف ربنا في كل حاجة، في النجوم، في السماء، وفي البحر، في الزهور، في الارض. الله موجود في كل شيء حوالينا. دكتور مصطفى محمود بيقول ان ربنا موجود في كل تفاصيل حياتنا. لو عايز تشوفه بص حواليك، في لحظة هدوء بين الناس، في نسمة هوا عبرة، في ملامح الوجوه. ده مش معناه ان ربنا داخل في خلقه بشكل ما، لكن ربنا بيظهر في الكون بكل هيئاته وتنظيماته. لما تفتح قلبك هتلاقي ربنا في كل حاجة قدامك، في الامل، في الدعاء، في معاملة الناس. التناسق والدقة هو دليل على وجود خالق حكيم. الكون مليان تناسق ودقة من أصغر شيء لحد أكبر شيء. مثلا الشمس لو تأخرت دقيقة عن موعدها المعتاد الحياة مش هتقدر تستمر. دورة المياه اللي بتبدأ من البحر وتوصل للأرض وترجع تاني ماشية بشكل مترابط، لكن ده دليل واضح على إن في خالق حكيم بيدير الكون ده كله بالدقة والتنسيق اللي بنشوفهم في الكون. رؤية الله لا تتم بالعين المجردة، وإنما بالعقل والقلب السليم. لما قلبك يفتح وتفكر بعقلك الصحيح هتشوف ربنا في كل حاجة حواليك، في كل حركة وكل حياة. معاني الإيمان. الإيمان ليست فكرة أو شعائر، بل تجربة روحية وشعورية ترتقي بالإنسان ليعيش في حالة اتصال دائم مع الله. الدكتور مصطفى محمود بيوضح ان الإيمان مش مجرد أفكار في الدماغ أو ممارسات تقليدية بنقوم بيها، هو حاجة أعمق وأكبر، وهي تجربة روحية بتشبع القلب وتصلح الروح. يعني لو فهمنا الإيمان بالمعنى ده هيبقى إيمان حقيقي يعيش معانا في كل لحظة. هو اتصال دائم بربنا سبحانه وتعالى، مش بس أثناء الصلاة أو العبادة، لكن في كل لحظة وكل تجربة بنمر بيها. الإيمان الصحيح بيحسن مشاعرنا ويتجدد فينا طول الوقت، سواء في حالات السعادة أو الشدة. لما يكون قلبك مليان بإيمان حقيقي هتحس إنك مش لوحدك، وإنك دايما في حالة تواصل مع ربنا سبحانه وتعالى حتى لو كنت وسط الزحام أو المشاكل. الإيمان لا يعني قبول حقائق معينة، لكنه يعني أيضا أن يعيش الإنسان حياة تنسجم مع الإرادة الإلهية. الإيمان الحقيقي هو إنك تكون مستعد تغير حياتك علشان تتماشى مع إرادة ربنا سبحانه وتعالى. حتى لو اللي حواليك مش ملاحظين لازم تكون صادق في كلامك، أمين في عملك، كريم مع الناس. كل ده جزء من الإيمان اللي بيصاحبه عمل صالح. الدين مش فكرة واحدة بس، لكن هو أسلوب حياة شاملة بتنسجم مع قوانين الكون اللي خلقه ربنا سبحانه وتعالى. العلاقة بين العبودية والحرية. العبودية ليست قيد، بل هي السبيل الوحيد إلى الحرية الحقيقية، حيث يتحرر الإنسان من شهواته وأهوائه. الدكتور مصطفى محمود بيوضح فكرة مختلفة عن مفهوم العبودية.
هو بيقول ان العبودية لله مش قيد، لكن هي السبيل الوحيد للحرية الحقيقية. العبودية لله بتحررك من شهواتك وأهوائك. الإنسان في أغلب الأحيان بيسعى وراء رغباته من غير ما يعرف هي هتوصله لفين أو لو كانت فيها خير ليه. لما يكون الشخص عبد لله هو بيلتزم بقيم وأوامر الله اللي دايما بتكون في مصلحته في النهاية، بالتالي هو مش عبد لشهواته أو لغيره من البشر، لكن هو بيحرر نفسه من القيود الداخلية اللي بتضعفه وبتصعب عليه إنه يعيش الحياة بكل طاقته. عندما يخضع الإنسان لله يجد السلام الداخلي ويتحرر من عبودية البشر والماديات. الدكتور مصطفى محمود بيقول في كتابه إن الخضوع لله مش بيؤدي إلا للسلام الداخلي والتحرر من كل ما يعكر صفو الإنسان من قلق وهم. يعني لما نخضع لله سبحانه وتعالى بنحصل على الراحة اللي مش ممكن نحصل عليها من المال أو السلطة، لكن لما الإنسان يخضع لله بيشعر بالطمأنينة والرضا في قلبه، لأنه بيعرف إن ربنا دايما موجود وهو اللي بيحدد مصيره. لو عجبك التلخيص ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك، وكمان تشير الفيديو لأصحابك علشان الكل يستفيد. الروحانية تنبع من التجربة الشخصية. الدكتور مصطفى محمود بيأكد إن الروحانية مش حاجة نقدر نتعلمها من كتب أو من أفكار فلسفية فقط، لكنها تجربة شخصية بيعيشها الإنسان بنفسه. يعني لازم تختبر المعنى الروحي بشكل مباشر في حياتك. الروحانية مش مجرد مصطلحات بنقولها، لكن هو شعور بيخترق القلب والروح بعد ما بتعيش المواقف وبتختبرها. الدكتور مصطفى محمود بيشجعنا على التأمل العميق والتفاعل مع الكون بشكل شخصي علشان تكتسب الروحانية الحقيقية. واحدة من أهم الأفكار اللي بيطرحها الدكتور مصطفى محمود في الكتاب هو إن الإنسان مش محتاج بس الكلام أو التفكير العميق للوصول لربنا سبحانه وتعالى، لكن الوصول بيتطلب العمل. الصلاة بتعتبر وسيلة مهمة للتواصل مع ربنا سبحانه وتعالى، مش بس أوقات ترديد لبعض الأدعية، لكن فرصة للتأمل في المعاني الروحية اللي بتقربك من ربنا سبحانه وتعالى. التأمل في معجزات الخلق والحياة بيساعد الإنسان على رؤية حكمة الله في كل شيء، وبكده بنكون عايشين الإيمان مش بالكلمات بس ولكن بالتطبيق والنية الصادقة. القرب من الله من خلال القلب وليس من خلال العقول الفلسفية أو المجالات النظرية. في كتابه الدكتور مصطفى محمود بيقول إن القرب من ربنا سبحانه وتعالى مش بيعتمد على الفكر الفلسفي أو المفاهيم النظرية، لكن بيعتمد بشكل أساسي عن القلب وحالة الإيمان اللي بنعيش. في كتاب رأيت الله الدكتور مصطفى محمود بيتكلم عن ان لحظات المعاناة بتكشف حقيقة الانسان وبتظهره على طبيعته. لما يمر الانسان بمحنة او تجربة صعبة بتظهر مشاعره وافكاره الحقيقية. بيكون من الصعب ان يخفي مشاعره او يتعامل معاها بشكل سطحي. في اللحظات دي بيحس الانسان بشكل اقوى بعجزه وحاجته الى الله. بيرجع الانسان لنفسه وبيسأل ليه انا هنا. الاوقات الصعبة بتعتبر بمثابة فرصة للانسان اللي بيتصالح مع ذاته، بيكون بمثابة تذكير له بوجود الله ومصدر قوته. علشان كده بيعيد ترتيب اولوياته وبيسعى للوصول للطمأنينة من خلال التواصل مع الخالق. المعاناة هدية إلهية تعيد الإنسان إلى الطريق الصحيح وتمنحه فرصة للنمو الروحي. الدكتور مصطفى محمود بيشوف إن المعاناة مش دايما شيء وحش، بالعكس ممكن تكون هدية من ربنا. لما الواحد بيتعرض للمعاناة هو بيحصل على فرصة بينمي روحه وبيتصالح مع نفسه. المعاناة بتخلينا نراجع حياتنا، بنشوف ايه الحاجات اللي كنا مركزين فيها غلط، وبيخلي الانسان يسأل نفسه هل انا ماشي في الطريق الصح؟ دي فرصة ان الواحد يتقرب اكتر لربنا، يفتكر الحاجات الاساسية في الحياة. ممكن نقول المعاناة بتصحينا وبتخلينا نتغير لأفضل، بندرك اننا محتاجين نعمل حساب للطريق اللي بنمشي فيه. في كتاب رأيت الله الدكتور مصطفى محمود بيشرح ان كل حاجة في حياتنا من اكبر حاجة لاصغر حاجة موجودة بقدر دقيق من عند الله. يعني مش بس الامور الكبيرة زي الميلاد والموت، لكن كمان التفاصيل الصغيرة في حياتنا والظروف اللي بنمر بيها. الحياة كلها على بعضها لها ترتيب الهي مش قادرين نفهمه دايما، لكن لو فكرنا هنعرف ان كل جزء من خطة اكبر بكتير، ان الله يضعنا في هذا العالم بقدر دقيق يتضمن كل شيء. الدكتور مصطفى محمود بيحكي ان الايمان مش بس في قبول وجود الله، لكن كمان في ايماننا العميق ان كل حاجة في الحياة من الحاجات الحلوة اللي بتكون صعبة علينا وبتسير في مسار معين. ازاي؟ يعني مهما كانت الظروف او اللي بنمر بيه في الحياة علشان توصلنا لغاية اكبر واسمى مش بنشوفها دلوقتي، رغم انها مش دايما حاجة واضحة او مفهومة، لكن لو سلمنا لله هنفهم ان كل حاجة بتحصل بتكون جزء من ارادته. وده معناه ان الايمان بان كل شيء بيسير وفق ارادة الهية لتحقيق غاية اسمى. وده كان تلخيص لكتاب رأيت الله. نتمنى ان احنا نكون عند حسن ظنكم دايما. ما تنسوش دعمكم لينا من خلال اللايك للفيديو لو عجبكم، وسبسكرايب للقناة، وشير لمشاركة اصدقائكم.